ناخدهم كلهم. يلا بينا. كنت حسني مبارك كان يعمل ازاي؟ ايها الاخوه المواطنون، ايها الاخوه والاخوات، ان حسني مبارك الذي يتحدث امامكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويله في خدمه مصر وشعبها. حلوه المباراه النهارده حلوه، وعايز اقول ان النادي الاهلي حلو وان النادي الزمالك حلو برضه، حلو برضه يا محمد. الله، ايه يا عم ده يا عم؟ مستمع اكس اف ام 105.5. خلينا نطلع فوق. انت بتخبط ليه؟ بقول لك الاوكرا وقعت. ايه؟ بقول لك الاوكرا وقعت. افتح من جوه ازاي؟ افتحها انت. انت بترزع ليه يا عم؟ احنا اللي محبوسين مش انت. افتح انت من بره. ده غبي يا عم ده. يا عم في ايه يا عم؟ يا عم بقول لك افتح من جوه. احنا محبوسين جوه. احنا اللي هنفتح من جوه واحنا محبوسين جوه. هنفتح ازاي؟ يا هو في حد بره؟ ايه مزنوق بره ولا ايه؟ افتح يا اللي جوه. يا بقول لك الاوكرا احنا اللي كسرينها جوه. يا لهوي يا لهوي. ربنا هداك للطريق السليم. اصل واضح تاجرت فتره في المخدرات وبطلت الحمد لله. انا كنت بتاجر، دلوقتي ببيع بس. حاجه كبيره جدا التجاره، لكن البيع ارد عنك ولا ايه؟ انا والله متوقع. انا تمام، هو نفس الكلام والله العظيم. يعني هو بيرد باليابا. يعني انت بطلت تجاره الحمد لله. خلاص انا دلوقتي عايش سارح في الملكوت. يعني بتشتغل في ايه؟ دلوقتي انا ما بشتغلش، بس انا ابتديت بقى بتاع مزاجي بقى، اشرب كل حاجه حضرتك تخيل. يعني انا شربت بانجو، شربت حشيش، شميت كله، يعني اي حاجه. الحمد لله كويس. وبطلت الحمد لله. الحمد لله. عارف حضرتك الكاوتشات الجديده؟ كاوتشات الجديده؟ كوتشي. مش بيبقى فيه اكياس بيضه كده بتخلي ريحته حلوه؟ اما بيكون جايب واحد نفتالين يا بيه. ده زي النفتالين. عارفه حضرتك ايه؟ ده حلو ده. والله ده مفيش حاجه الا انه يطلع لنا بنجيبه مرهم بواسير دلوقتي. اللي بتبقى كيس كده فيه بتاع كده. والله. دي بتشربها؟ لا دي حلوه للكوتش. بتخليه يعني مخدرات. دماغي جابتني في الحوار ده والله. الواد ده هولندي، الواد ده هولندي. الامانه على صحتك. مش كله ايه؟ مش كلنا كده. اللي بيتاجر حرام واللي بيشرب حاجات حرام. مش بشرب كله. انا بشرب بس اللي هو اصل حضرتك عارف ان انا اصلا مش هستغنى عن الموضوع ده. ممكن ابطل. لا يمكن ابطل لو هتقتلوني. يعني انت حاليا بطلت تجاره؟ وبقيت ايه؟ حقوق. والله يا نهار. عجباك دي؟ بطلت تجاره دلوقتي ايه؟ حقوق. ربيع مثلا يطلع يقف على المسرح ما بينطقش، الناس بيضحكوا، دي حاجه بتاعت ربنا. واحد زي علي ربيع ده. وعلي لا، علي مش طبيعي على المسرح، يعني بني ادم بيطلع يقول حاجات انا متاكد ان هم مش متفقين عليها حتى. انا بالنسبه لي الكوميديان رقم واحد النهارده هو علي ربيع. اشرف عبد الباقي مقدمه في تياترو مصر. انا بالنسبه لي شايف ان هو وهيبقى رقم واحد شويه. طب مين اكتر حد بيضحكك في مسرح مصر؟ علي ربيع. علي ربيع. اشمعنى؟ عشان ربنا مديله طاقه على المسرح. يعني مثلا علي بيبقى قاعد معانا عادي، يقف على المسرح وكأن يعني اكنك حطيتي فيشه. ما شاء الله. سمعت عنه ما كنتش متابعه، وبعدين لما جاء قدامي انت عارفه لما تشوفي انسان كده وتضحكي من غير حاجه. يعني انا ضحكت لمجرد ما بصيت لوشه.
يعني يتحب، ودي اهم حاجه في الفنان. علي ربيع. علي ممثل دمه خفيف جدا، واعتقد انه يعني بيفكرني بممثل الناس يعني يا ريت ما تاخدش الكلام ده ضدي، ممثل انا بعشقه بشكل قوي، يمكن هو كان من اكتر الناس اللي كانت بتضحكني في جيل الثمانينات، اللي هو نجاح الموجي. ليه علي ربيع؟ علي من نوع الممثلين اللي عندهم قبول، تمام. اللي هو الابيليتي بتاعه حلو جدا، ودي يعني ساعات الموهبه مش يعني والقبول الاثنين مهمين جدا للممثل يعني. علي عنده الحاله دي، عنده انه لما تشوفيه تبتسم يعني. منير كان ليه حركات مميزه مثلا؟ ده ليه كذا حركه يعني. يعني ازاي مثلا؟ او هو وقفته مثلا ازاي؟ يعني هو وقفته لا وانت قاعد. لا وقفته عادي طبعا. لا وقفته وانت واقف. ماشي. هو محمد منير دايما تلاقيه واقف كده. وبعدين كتفه ده شويه لازق في دماغه. ويغني بقى. يغني يقول ايه بقى؟ في كل حي ولد عطر صبية حنان، وكلنا جيرة وعشرة وأهل وخرفان. في ممثلين كوميديين بالفطرة، وفي ممثلين تانيين دارسين الإفيه بيمثلوا الضحك وهم ناجحين في ده. أمثال زي محمد صبحي بيدرس الإفيه، ما عندوش حتة إن أنا نسيت النص على المسرح فهرتجل. الارتجال مش هيجيب معاه، عكس الممثل الفطري اللي دمه خفيف رباني، ده بيجيب صريخ ضحك على خشبة المسرح. موهوب بالفطرة، ده لو نسي النص ما تخافش عليه هيقدر يكمل. مش كده وبس، ده ممكن يقول كلام أحسن من النص المكتوب كمان. وبعدين كده المشاهد ذكي، اول ما الممثل بينسى النص هو بيعرف تلقائي، والفكرة بس ان الممثل نسي النص دي بتجيب صريخ ضحك مع الجمهور. امثال على افضل المرتجلين على خشبة المسرح: سيد صالح ومحمد نجم وعادل امام وفؤاد المهندس ومحمد هنيدي وعلي ربيع. ايوه علي ربيع. علي ربيع في اخر 3 سنين على النت وفي العموم بقى مضطهد من فئة كبيرة من الجمهور. انا الحقيقة مش شايف سبب حقيقي وواضح للهجوم ده، هي وجهات نظر انك تقول بيضحكني او ما بيضحكنيش. في قصص بقى طالعة انه مش ممثل وما بيعرفش يمثل وانه مكرر. علي ربيع ممثل كوميدي معتمد على تلقائيته وموهبته في اضحاك الناس، يعني ولا هو ممثل تراجيدي ولا هو طلع في مرة وقال انا هغير لوني. هو راجل بيقدم افلام كوميدية لايت خفيفة بسيطة، ما بيقدمش اكتر من كده، بيبقى سايب ايده خالص وهو بيمثل. هو اصلا ما بيمثلش. هو قبل كده قال في لقاء انه لما خد باله انه بيضحك الناس ومثل الضحك الناس ما ضحكتش، ولما بيبقى تلقائي على المسرح الناس بتموت ضحك. اللي شاف واتفرج لعلي ربيع على لقاءات هيفهم انا بتكلم في راجل على الله خالص، تلقائي جدا. يعني بص الحته دي. بتندهله باسمه عادي ولا بتقول له يا خاله؟ لا انا عامه ما بندهش حد باسمه اصلا. يعني انا فيا المشكله دي، ما بندهش حد. والله بابا ماما. ما بتقول للبابا كان الله يرحمه باسمه ربيع؟ لا ما كنتش بقوله باسمه. امال ايه؟ كنا بنتقابل على والله العظيم يعني ما بنتقابل بنتكلم على طول. يعني كان في ناس جامده جدا جدا كمخرجين، منهم استاذ حسين محمود، ده كان استاذهم، استاذ كل بقى. ايه بقى فادك في ايه؟ قول لي. فانت من امبارح كنت هايل جدا عشان كنت طبيعي، لكن تاني يوم لما ركزت انت بتضحك وعارف ان الحاجات دي بتضحك، ما عرفتش تبقى طبيعي. فما حدش كان بيضحك. ما ذاكرتش الامتحان اللي هو كان في الوقت ده. ما ذاكرتش بقى، كنا مركزين كنت في المسابقه دي، رحت على الامتحان مش فاهم اي حاجه، جبت نص. انا مش عارف ادوني نص ليه. فانا مش شايف الحقيقه سبب حقيقي للهجوم عليه بالشكل ده، وفي الاول وفي الاخر هي وجهات نظر. انا كمشاهد سينما ومسرح وتلفزيون بيضحكني جدا وبشوفه كوميديان مش عادي، الا لو كان محققش ربع النجاح اللي حققه ده. فليه علي ربيع كوميديان مش طبيعي. السلام عليكم، اهلا بكم في برنامج الفيلم. انزل بالتتر يا ابني. علي ربيع مثال للكوميديان الخام اللي ملوش في التمثيل، هو بيضحكك بفطرته، وحتى لو حاول انه يضحك الموضوع هيبوخ معاه، لان الكوميديا اللي بيقدمها في تلقائيته، ودي مدرسه من الكوميديا وليها معجبين وجماهير كتير، فالانتقاد مش في محله خالص. الحكايه علي ربيع في التحاقه بالمسرح ودخوله للجامعه وحياته الشخصيه لو اتعملت فيلم تجيب صريخ ضحك.
هو راجل رايق مش طالب من الدنيا غير راحة باله، وبيدور على المكان اللي يريحه هو كإنسان، وهو عشان أبيض ونيته سالكة ونضيف ربنا كرمه. وبداية مشوار علي ربيع كان من خلال مسرح كلية التجارة جامعة القاهرة، المسرح اللي الراجل دخله أصلا مش من باب حبه للفن أو التمثيل، هو دخل المسرح عشان الجو بيبقى حر وهو المسرح في تكييف، فكان بيخش عشان التكييف، واكتشف نفسه جوه المسرح ان الراجل كوميديان مش طبيعي. وده الكلام اللي علي ربيع قاله مع ابراهيم فايق في برنامج فايق قريب. فانت بقى كنت متارجت كليه ايه اصلا؟ تجاره يعني ولا لا هي ما جات لك كنتش بعد كده؟ متارجت حاجه، انا كنت متارجت اخش جامعه القاهره عشان كانت قريبه يعني. لا. ده الهدف. ده الهدف. انا مش عايز بروح جامعه عين شمس بعيد قوي عننا، احنا ساكنين في فيصل، فبالنسبه لنا جامعه القاهره هتعدي كوبري بالظبط كده، مبروك، هتاخد الميكروباص نزلت. بالظبط. دي اغرب استراتيجيه تفكير قابلتها لحد دلوقتي بالظبط بعد تقريبا 15 حلقه. انا مش والدتك، ما عنديش اخواتك. لا ما عنديش حاجه اخشها يعني. انا يعني لو دخلت تجاره هبقى ايه، لو دخلت مش ما كانش ده انت على الله. ما كانش ان شاء الله. المسرح دي بقى قصه جميله بقى، يلا لان انا ما كنتش عايز امثل ابدا ولا دي حاجه جوايا، ما اعرفش. بس انا بقى عمال يزن عليا لحد ما دخلت ان انا يا ابني لازم تروح المسرح، انت موهوب، انت بتشوفش انت بتعمل ايه، انت لو رحت انت هتكسر الدنيا. ده تقريبا الوحيد اللي امن بيك في وقت ما حدش واخد باله اصلا ان انت عندك حاجه. لا محمد النجار. هو ده سبحان الله. وانا فاكره يعني، هم لو عايز مني اي حاجه بيلاقيني يعني والله. بس هو راجل محترم ما بيقص حاجه لحد ما رحت المسرح على ايده يعني. دخلت المسرح شفت المكان، كان التكييفات طبعا شغاله، فانت بتتكلم في جو جميل جدا. عكس الجامعه تحت حر جدا، انت بتخش تقعد ترتاح. مش مسرحيه علي، انت وصلت لكل اللي وصلت له عشان انت بتريح بالك. بجد روح ده عشان كده. وانا همثل مش عشان انا عايز امثل، عشان هم عندهم تكييف جوه وبره حر. بالظبط انا قعدت للسبب ده، انت مش عالمي عشان التمثيل. أيوة. هو اصلا مش في دماغي، هو الواد اللي بيقول لي. قدم علي ربيع 25 عرضا مسرحيا ضمن مهرجانات المسرحيه المختلفه. بعد كده التحق بالدفعه الثالثه لمركز الابداع تحت اشراف الفنان خالد جلال، ولكن بدات شهره علي ربيع الحقيقيه بعد مشاركته مع الفنان اشرف عبد الباقي في تياترو مصر، وقبلها كان شارك في اعمال مع الثلاثي شيكو واحمد فهمي وهشام ماجد في اعمال زي الحرب العالميه الثالثه وبنات العم والرجل العناب، وسايب بصمه كوميديه مهمه في الاعمال دي. دكتورهم يا عتريس، أهل البلد مش هيسكتوا يا عتريس. يا ضعيف، أهل البلد مش هيسكتوا يا عتريس. أهل البلد مش هيسكتوا يا عتريس. يدفع لتومين، يدفع لتومين. أهل البلد مش هيسكتوا يا عتريس. راجل لسه دمه ما بردش. أهل البلد مش هيسكتوا يا عتريس. وعهد الله احبسكم. انا بتكلم اهو، هحبسك انت وهو. ايوه انت عايز ايه يعني؟ مش فاهم. ايوه هحبسكم. بس هو ناسي الكلام، مسك هحبسكم والله ناسي. عايز ايه مننا؟ ركز. انا من مباحث الميه يالا. ايوه موقفنا يعني مباحث ميه ايه؟ مش فاهم عايز ايه. انا من مباحث الميه. الو ايوه يا جراده، بكره التسليم الساعه 5، تسليم البضاعه عند كازينو عيش البلبل. سلام. الو ايوه يا دومه، بكره تسليم البضاعه الساعه 5 عند كازينو عيش البلبل. سلام. الو ايوه يا بوليس، بكره جراده وابو دومه يتقابلوا يسلموا البضاعه الساعه 5. شارب ايه؟ يلا يا حبيبي. 1 2 4 6 1 2 4 6 الانطلاق الحقيقي لعلي ربيع كانت من خلال مسرح مصر، السكتش اللي كسر الدنيا ساعتها وقت عرضه وقعد متصدر الترند لسنين حرفيا. ما كانش فيه حد في مصر ما بيتفرجش على مسرح مصر، كنا بنستناه كل اسبوع بفارغ الصبر. نجح نجاح مش طبيعي، وكل ابطال مسرح مصر اتشهروا شهرة مش طبيعيه ونجحوا نجاح مش طبيعي، وكلهم بعد 2016 اتجهوا للبطوله المطلقه، طلعوا من مسرح مصر على البطوله المطلقه على طول. كان فتحة خير على كل اللي اشتغلوا فيه، وطبعا نجم مسرح مصر الاول واكتر واحد نال نجاح، وكان اهم سبب في ان مسرح مصر ينجح بالشكل ده كان علي ربيع. معلم زينب، ازيك يا ده منصور؟ عامل ايه يا منصور؟ يا ولد انت كويس؟ انت مالك في ايه؟ يا ولد جيتي يا لهوي يا ولد. يا نهار اسوح. اهدى بقول لك يا نهار اسوح.
خد يا بت. بص دي بقى يا ولد، انت قد الدنيا. يا نهار اسود اقتل اي حد. يا ولد في ايه يا ابني؟ يا خراشي يا خراشي يا عرابي يا لهوي. عشاني السفاح بيقتل من العراق مش عارف. طب ما تقرا طب يا منصور اهو. بس خلاويس. يلا خش يا معلم. يا ابني انت اي عبط بتقوم داخل فيه. يلا مش لاقي حاجه اعملها جوه ربنا. هجيب البوليس هيعتمد عليك يا حمار. يا جني يا جني تعال فين؟ انت ليه ملتزم باللوحه؟ ما ليه الالتزامك كلوحه؟ فين؟ يا لوحه ولو سمحت يا لوحه اسمعي يا ابني. ايه ده؟ إيه؟ يا لوحه انت لوحه ايه؟ لوحة المنابيذة عشان الضفيرة يعني خليتك بقى كده. شفت الضفيرة يا شوقي؟ هتوحشيني قوي يوم. يا بتقول كده يا حبيبي؟ اصل هتقتل دلوقتي. اتفرجت على الحلقه الاخيره؟ اه يخرب بيتك ما بس ما لحقناش نلبس طبعا ان الراجل نور النور بسرعه. طبعا قلنا له في البروف، قلنا له يا بيه مش هنلحق، احنا اخر مشهد وبعدين اضاءه برضه احنا واقفين. نغير امتى؟ نغير فين؟ قال لك اصل الدنيا وبتاع. الدنيا ايه؟ احنا مش في ورشه، ما احنا مش هنلحق صح؟ مش قلنا له؟ ده ان ده اللي يدل ان المؤلف ما بيفهمش حاجه. ماشي تعالي ماشي يلا اعملي لي دور بنت بتضحك. دور بنت بتعيط. واحدة بتكلم حبيبها في التليفون. الو سهلانه سهلانه منك. واحدة مجنونة. واحدة بتبوس واحد. حموزو حموزو. كنت ولد كان زمانك محمد رمضان. طب بتعرفي تقلديه؟ طبعا بعرف اقلد رمضان. يلا قلد لنا رمضان. اقلد ليك رمضان؟ وحوي يا وحوي وكمان يا بنت خد يا انت ما ترضعتش كويس يلا. انت ما ترضعتش كويس. ده واحد مش مترضع كويس. المفروض تقعد سنتين. قعدت ساعتين ومشوك. ونايمه في سريري. فجأة صحيت من النوم لقيت 5 جنبي. ده ذنبي؟ لقيت البوليس بيخبط على الباب. مين بوليس؟ قلت يا نهار اسود رحت في داهيه. ما كانش قدامي الا حلين، يا اما نط من الشباك واموت كفره، ومش هينفع اموت كفره انا لانه انتحار. فقلت اقضيها مع الشباب واعيش فجر احسن ما اموت كفره. عايزه تتزين. انت يا ابني اللي بتتوضى. هات هجمه والنبي يا كابتن. نجيب والنبي هات هجمه يا كابتن. ماشي والنبي هات هجمه. أنهي يا حبيبي؟ والنبي يا ابني طب ده احنا لسه اخترنا الفرق. هجمه ايه؟ اهو داخلين الماتش. كلنا فرحنا امال الجون جه في مين؟ هقعد شهر يمكن اكتر. حلو لسه بفكر. تمام. هقعد سنه يمكن اكتر. لسه بفكر. يا رب توصل بسرعه. هقعد سنتين يمكن اكتر. لسه بفكر. انجز فكر. هتقعد اكتر. لسه بفكر. هو ده قمر ليلتك كتير النهارده. اخرك اعمله. بمبي 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 الحياة بقى لونها دمبي. لو رايح ترمي نفسك بقول لك ده ابويا يعني حماك. يعني ايه؟ حماك. ايوه انا حماكي. ما بلاش
سلام احنا هناخد فلوس كتير يا ابني ده انا كنت اصحى الساعه 6 الصبح اقلع عمالة الحاره كلها كانت تسقف. جايب فلوسها تعملوا كده. انا محترمكم خلي بالكم لان انا راجل كبير. لكن لو اتنرفزت انا مجنون. شاورة في مناديل اقوى فينا بنمسح بيها. دي اقوى فينا. حد يعرف اقوى واحد فينا؟ شفتوا البشاوره دي جايبها من بره بصوا. اوه مغناطيس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ على ايامنا ما كانش فيه قلب خالص يعني. على ايامكم؟ ده من ايام ايه؟ البلاستيك ولا ايام ايه؟ كانوا برسمهم بس. اهم شريان في الجسم شريان ايه؟ شريان عبد الوهاب. انا على بقى انت راجل كبير بقى ما تخلناش نقل منك بقى. في ايه؟ في ايه يا عم سليمان الحلبي في ايه؟ عايز ايه يا برعي؟ انت بقى اللي جايبينك عشان ما تدخلنيش لوحدك؟ لا وانت الصادق عشان ما تعرفش تخرج منها. انت مش عارف انا مين؟ انت مين؟ انا برعي. وده من ايه لا مؤاخذه يعني؟ حساسيه يعني ولا زعل؟ يعني نمت مره زعلان سمعت الافطار برعي؟ ولا سهليه عدت من على لا اله الا الله ما تاكلش سمك ولا بيض. انا كنت اعرف واحد برعي دلوقتي بقى كويس انت ما بيجيش ليه؟ مش تبقى تيجي؟ انا المارشال برعي مش برعي بتاع المسرحيه. مش برعي بتاع السكه بس السكه بس. تلاقي واحد ما بينطقش، يعني ربيع مثلا يطلع يقف على المسرح ما بينطقش، الناس بيضحكوا، دي حاجه بتاعت ربنا يعني. هو بالمناسبه من اظرف الناس اللي انا احب اتفرج عليهم ويضحكوني على ربيع. يعني على مسرح ما فيش حد يضحكني قد علي ربيع، والله اقسم بالله مش طبيعي. يعني على المسرح تجليات عنده مش طبيعي. وبعدين صعب قوي انك تمثل معاه، يعني عمال ما عرفت امثل معاه واخد ودي معاه يعني قعدنا شويه. ليه؟ ما تعرفش هيقول ايه. لانه ربيع بسم الله ما شاء الله على المسرح يعني من اكتر الناس اللي شفتها في حياتي على المسرح. عنده قبول في الدنيا، قبول مش طبيعي، وبيقول اي حاجه ولو ما قالش هيضحكوا ولو سكت هيضحكوا ولو اتكلم ولو خرج هيضحكوا ولو اتكلمت عليه وهو بره هيضحكوا. يعني مضمون علي ربيع ده مضمون فاهم، ولو في بيتهم هيضحكوا. فبقول له ده بجد؟ بص قال لي يا عم انا ما شفتش عمل فينا ايه ومش عارف ايه وبتاع. هم محترمين جدا يعني ما لهمش في اي حاجه بجد يعني مش سجاير اصلا خالص. بس علي موسوس جدا. فداخلين على لجنه هم الفجر الظابط قام واقف اسس بيقول له قام علي فتح باب العربيه وجري. هو الظابط طبعا مسك اسس قطع الفرش وبدا يدور واحد جري هرب يبقى في حاجه في مصيبه. قلت له انت عملت كده يا علي؟ قال لي انا مش عرفني بقى. قلت له يا ابني صاحبك من وانت عيل صغير انت عارف. اليوم اعمالك تسوق باسمك، كيف وصلت للبطوله بهذه السرعه؟ بالبركه الحمد لله وحب الناس. الحمد لله. النجم اللي من بعد مسرح مصر ما قدمش ولا دور تاني، كلها ادوار البطل، مفيش بس غير كام عمل قدمهم خلال عرضه وشغله في مسرح مصر. قدم الاعمال دي بجانب مسرح مصر اعمال ساب فيها بصمه كوميديه مهمه، اعمال زي كابتن مصر وشخصيه هدى. طب ما تديله 2 مليون وانتوا بتكسبوا شويه؟ ده اكتر ناس بتكسب لعيبه الكوره والمطربين وبتوع الكارته. ما كان فاكرني زيك كده من اللعيبه اللي بتاخد ملايين. انت لعيب كوره. اسم الله عليك. انت بتشوف اللعيبه اللي بجد؟ اللي بجد ازاي يعني؟ اللي بحقه حقيقي يعني. بشوف اللعيبه اللي بجد. طب حسام حسن 1 ولا 2؟ 1 ولا 2؟ لا 4 بس اللي بيلعبوا 2. طب حسام غالي ماله؟ بكام؟ هو سيادتك وزير الداخلية الحقيقي؟ نعم وزير الداخلية الحقيقي سيادتك؟ طب كنت عايز أعرف بس وزير الإسكان ساكن فين؟ 10 ولو شقته اتسرقت هجيبك. احنا بنفهم منه بس. في مولانا العاشق والشخصيه الكوميديه الجامده جدا ايمن فلافه. يا علوة فخور بيه يابا. انت متخلف يالا، عايز تتعلم ليه يا متخلف يا حمار؟ ما تبجعش يالا. بس اكل جاهز وبيعه والمكسب بالنص. لا خدي دول وخدي النص بتاعي وحمر لنا امي دي عشان هنموت. شوف وراك ايه يا حبيب قلبي واتكل على الله. يلا حبيبي. طب بقول لك ايه ما تشغلني معاك حضرتك. اشغلك معايا فين يابا؟ يعني اشيل لك المط واظبط لك البشن. حبيبي شوف وراك ايه. ماشي قشطه ماشي. عيل بقه ربنا كنت هموته والرمله دي تشهد يا منطقه ما فيكيش راجل ولا ما عدا انت يا كبير. ما عدا انت. انا بحسب. لا ما تحسبش. بصراحه ايه الدوشه دي؟ خديني معاكي. ايه ده؟ انت لما بتتكلم بتعمل كده؟ واو. لا وكمان بعمل كده. لا دي بقى اجمد، الحركه دي اجمد. انت الشيء ده بيقدم معفن قوي. هتعمل ايه في الفالنتاين؟ هعمل ايه في الفالنتاين؟ انا مش هعمل حاجه في الفالنتاين، انا عايز الفالنتاين هو اللي يعمل فيا لان انا وحيد. ايه ده؟
انت لسه لوحدك؟ معقولة يعني مفيش جديد؟ مفيش جديد والله يا رشيدة، يعني مفيش حد عايز يبص لي، تقريبا بيقرفوا مني. ايه مالك انا عملت بحبك. ايه؟ تحبني ايمن؟ انا بحبك من زمان. تحبني ايه من زمان؟ انت تعرفني اصلا؟ جيتي مثلا دايب فيكي دوب. دايب فيكي دوب. الله، ايه الكلمه المعفنه دي قديمه. يعني انت معفن وكمان كلامك قديم. موضوع توعديني؟ اوعدك. توعديني ان انت مش هتسيبيني ابدا؟ شور. حتى واحنا بناكل؟ ايوه. مش هتقرفي؟ لا اقرف ليه؟ انت برنس، انت اساسا ريحتك لوحدها جامده، بتون صوتك. انا اكيد. انت عارفه انت بتكدبي ها؟ اخر حاجه. عارفه انت لو بتكدبي انا هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه؟ ورحمه امي، انا امي ميته على فكره. الله يرحمها. رحمه امي لو طلعتي بتكدبي عليا لادفنك جنبها. ده مين ده؟ كنتاكي، استاذ كنتاكي، ده انا ما باكلش الا انت. قالوا اشربوا، انا هستاذن. اتفضل يا فندم، اتفضل. يسيبنا ويروح بقى يطلع يلزق نفسه على المحل. ظروفه احسن مني. انت بتقول اي كلام يابا عشان تحسس نفسك ان انت كويس، لكن انت في الاصل ضيعتنا. طيب انت كابن فاهم الظروف، كنت عايز نعمل ايه؟ اشمعنى عيال الراجل ده ينزلوا كل يوم الميه واحنا الميه مش عايزه تجيلنا يابا؟ ليه يا رب تكتب علينا اب زي ده؟ ليه ما يبقاش ابويا كنتاكي؟ بقول لك ايه، انت تعرف تضرب امدة بابا؟ ده انا اعرف اضرب بابا ذات نفسه. انت متخلف يالا، انا ما يهمنيش حد. جبت 15 من 50. جبت 15؟ 15 درجه؟ وزعلان؟ ده مين المتخلف اللي قال لك ان انت سقطت؟ انت عالمي، ده انا جايب نص. بجد؟ والله نص في الانجليزي من 50. متخلف صحيح، الساقط الفاشل العره. والله العظيم ما بحبش اقعد على القهوه ابدا، بحب اقعد على السطح، هوا وميه السلام عليكم. اتكل على الله يا ابو. فين؟ السلام عليكم. ايه ده؟ ايه ده؟ الفنانه يا جدعان، الفنانه. لا تمام. اطلب طلب. اؤمر. بوسه بس والنبي. ماشي بس بالراحه. في ايه يا عم؟ هتبوسني في بقي؟ بحبك يا فنان. واخبار بابا الزعيم ايه؟ بابا الزعيم؟ ايوه. بابا الزعيم كويس الحمد لله. وزعيم عليكم في البيت برضو كده؟ زعيم في البيت علينا برضه. يا لهوي، ده انت تلاقيك ممرمغ انت في العز، فلوس وياقوت ومرجان، احمد مرجان. امال فين يا فنان؟ فين ايه؟ فين البوليس والشرطه الكتير اللي معاك؟ انت شعرك عامل كده ليه؟ شعري كارته عشان ابويا مش الزعيم. بقول لك ايه، في حد بتاع شكمانات قريب؟ انا اقرب واحد ليه. اقرب واحد ليا في ايه؟ في الدنيا. في الدنيا؟ انا لسه عارفك دلوقتي. ايوه انا انت ايه؟ انا بتاع شكمانات. انت بتاع شكمانات؟ انا شكمان اهو. طب اثبت لي كده اهو. وبقلص في حسن وبقلص، الفيلم اللي كسر الدنيا وقت نزوله وكان سبب نجاحه الاول. وهو علي ربيع ساعتها كان مكسر الدنيا في مسرح مصر، وكان في فتره انتعاشه قويه جدا. اللي كويس ها، انا عايز اخش كليه قمه. مش في ايه يا موزز، في امتحانات جوه نار. يا ولاد المزه، اكيد امك مزه يا مزه بنت المزه. وقدم في نفس السنة 2016 مسلسل اندر ريتد جدا، لايت خفيف وكوميدي إلى أبعد حد، مسلسل صد رد اللي قدمه مع أس ومحمد عبد الرحمن توتة اللي قدم في شخصية حورس، ونجح جدا وقت عرضه في التلفزيون. وكانوا كل المنتجين بيتعاقدوا مع نجوم مسرح مصر لأنهم عارفين إنهم هيكسبوا من وراهم مكاسب ضخمة بسبب الانتعاشة اللي هم كانوا فيها وقتها. نقدر نقول من 2015 ل 2017 الفترة دي كانت فترة نجوم مسرح مصر، هم أنجح ناس. اهلا وسهلا فيك تامر حبيبي. كاظم الجميل، ربنا يخليك. ننسي حياتي. ايش يا كاظم، انت هتبوسني؟ ايه اللي فيه؟ متجوزه؟ متجوزه؟ انا بطلت لنا وين؟ هعمل مشهد من فيلم الجزيره. هتعملي الفيلم ولا هتعملي الجزيره؟ رجاله يقبرني. هو ده، وهو اللي هيخلينا لبعض. شو هالاحساس الفشيخ؟ عامل ايه؟ انت ما سافرتش ليه؟ لسه بخلص شويه ورق. ايه ده؟ هو انت مش المفروض جلال خلص لك الفيزا؟ بيضرب لي ورق تصريح العمل وورق الدكتوراه عشان انا ما عنديش، وورق شهاده الجيش عشان هربان من التجنيد، وورق البطاقه وورق شهاده الميلاد. امال انت ماشي بايه؟ ماشي بورق عنب؟ في اول بطوله سينمائيه مطلقه قدمها علي ربيع في السينما كانت من خلال فيلم خير وبركه اللي نجح نجاح مش بطال، واللي كان بيشاركوا البطوله فيه محمد عبد الرحمن توتة. وبعدها تاني البطولات المطلقه التلفزيونيه علي ربيع بقى نجم رمضاني، بقى نجم كل سنه لازم يشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل لا يقل شيء عن مصطفى شعبان وعمرو سعد في الفتره دي.
ومسلسلاته كانت بتحقق نجاح جبار. سنة 2018 قدم مسلسل سك على اخواتك، و2019 قدم فكرة ب1,000,000 جنيه، حقق نجاح كبير برضه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يخرب بيتك، انت دخلت هنا ليه؟ انا مش قلت لك ما تخشش؟ ايه يا جدعان في ايه؟ انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ لي ايه؟ هو انتوا اللي عايزين نقعد بره ولا اقف هنا؟ طب اروح في ايه ولي ايه؟ انهي محافظه في مصر بتتكلم باللغه اللي انت بتتكلم؟ وفي 2020 قدم مسلسل انا كنت بعشقه وما زلت، مسلسل عمر ودياب مع واحد من اهم نجوم مسرح مصر مصطفى وفي نفس السنة بيقدم سينما بفيلم الخطة العايمة مع محمد عبد الرحمن توتة، والفيلم نجح نجاح ملحوظ بالنسبة للفترة اللي نزل فيها الفيلم، وهي فترة الكورونا، ولحد الآن علي ربيع في انتعاشة وفي نجاح كبير. تتوالى البطولات المطلقة في مسلسل أحسن أب سنة 2021 اللي ما كانش بطال والله، وكان فيه ضحك برضه 2022 بفيلم زومبي اللي عجب فئة معينة من الجمهور، وأنا بالنسبة لي الفيلم ما كانش أي مشكلة، اللي هو عادي لأن أنا بحب هلس علي ربيع، بيجيب ضحك معايا أنا وأنت. لو خدت بالك هو ما بيعملش حاجة غير هو علي ربيع في كل الأعمال، وطريقته في سرد الكوميديا دي بالنسبة لي بتضحكني جدا وما عنديش أي مشكلة فيها. لكن في فئة تانية كبيرة زهقت من التكرار وزهقت من الشكل والنوع ده من الكوميديا، بس الحقيقة إن هي دي قدرات علي ربيع، وهو راجل بيمثل تلقائية جديدة وبفطرته، وهو ده اللي الناس حبته في الأول، بس بعد كده ما بقتش متقبلاه. بس مش كل الناس، أنا هو واحد من الناس ما عنديش أي مشكلة مع علي ربيع، بحب النوع ده من الكوميديا وما عنديش أي مشكلة فيه. قدم بعدها افلام نجحت نجاح متوسط زي بعد الشر وعلى الماشي، ومسلسل نص التاني اللي ما كانش بطال والله، وفيلم الصفا ثانويه بنات. اتمنى كل التوفيق لعلي ربيع لانه نجم كوميدي مهم وقدر يسيب بصمته الكوميديه الخاصه بيه هو. وبس كده، انزل بقى اعمل لايك واشتراك والحاجات الجميله دي. انزل بتتر النايه يا ابني.